ثلاث مشاعر، الثلاث مشاعر دول هم اللي بيسيطروا على نشأة الطفل من يوم لحد سنتين. ايه هم بقى الثلاث مشاعر دول؟ الغضب والخوف وعدم التقدير، او يعني ان احنا نضرب العمود بتاع الثقة في النفس. طيب ايه بقى اللي انا جايه اقوله؟ في اخر الكورس كده كنا بنتكلم على ان الثلاث مشاعر دول بيبقى في جزء منهم معبر عنه وجزء معلن، وجزء تاني مش معبر عنه ومش معلن. طيب اديك مثال. الثلاث مشاعر هما الغضب. اول حاجه الغضب ده ان احنا ممكن يكون الغضب ده معبر عنه في صوره ايه بقى؟ في صوره تخبيط، تكسير، عنف زايد او تنمر او whatever. طيب ده الجزء المعبر عنه. طب لو انا بقى كتمت الغضب ده جوايا واصبح الغضب ده شيء غير معبر عنه، بيبقى غير معبر عنه في صوره ايه؟ على طول في صوره حاجه اسمها اعراض سايكوسوماتيك، يعني اعراض نفس جسميه. يبتدي بقى يحصل لنا مشاكل في المناعه، يبتدي يحصل لنا مشاكل في الغده. بالنسبه للستات شعرها بيقع، بيحصل لها مشاكل صحيه كتير. بالنسبه للرجاله برضه بيحصل لها مشاكل في القلب وبيحصل لها مشاكل في الرئه. طيب الشعور الثاني هو شعور الخوف اللي هو عكس الامان. طبيعي جدا ان احنا ممكن نكون خايفين فنستخبى مثلا في مكان لما حد مثلا واحنا صغيرين يجي لنا واحنا مش حابينه، لما نكبر شويه لما نبتدي نخاف نبتدي نعرق او نبتدي نقلق او نبتدي نعيط. ده الجزء المعبر عنه او الجزء المعلن. طب ايه هو بقى الجزء اللي مش معلن؟ الجزء اللي مش معلن في الخوف هو البانيك اتاك. وكتير قوي من الناس اللي عندها بانيك اتاك هتفهمني وتسمعني دلوقتي وتعرف ان كلمه بانيك اتاك هو احساس عظيم بالخوف، ولكن هو خوف غير معلن عنه. جسمك بيعلن عنه، فنوبات بتجيلك فجائيه وتلقائيه من غير ما تحس اصلا. ممكن يهاجمك في اي وقت زي ما كنا بنتكلم في الفيديوهات اللي قبل كده. اما الاحساس الثالث هو احساس عدم التقدير، وعدم التقدير ده الاحساس الوحيد اللي بيكون معلن جدا وبشكل واضح. تكون شايف البني ادم اللي قدامك بيبول بليزر، عنده استعداد ان هو يفضل مصاحبك وفي علاقه مؤذيه لمجرد ان هو خايف من الهجر، او يكون بني ادم طول الوقت عنده استعداد يضحي بكل ما هو غالي ونفيس عشان يفضل متشاف، او يبذل قصارى جهده عشان يشوف قيمته في عينك وعين اللي حواليه. اما بالنسبه للجزء بقى الغير المعلن في موضوع عدم تقدير الذات، فان هو ممكن يعمل عليك شويه اسقاطات خفيه، زي مثلا انه يقلل من قيمه اللي انت بتعمله، او مثلا يقول لك يعني هو الموضوع اللي انت بتعمله ده هيجيب لك فلوس، يا عم بقى استثمر في حاجه تجيب لك فلوس. ولا مثلا هو انت يعني الكورسات اللي انت بتاخدها دي هتوصلك لحاجه، والنبي ما تخوتناش قوي. خد بالك كل شعور جواك هو ليه جذور قويه في الماضي. نصيحتي ليك انك تشوف ايه هو الشعور اللي مضايقك، ايه الشعور اللي انت مش عارف تتخلص منه في الثلاثه اللي فاتوا، وتبتدي تعالج الانر تشايلد او طفلك الداخلي اللي غالبا بيكون محتاج انصات شديد ومحتاج علاج وبسرعه. شكرا.